السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا احلى صينيه بطاطس. لو ما بتحبيهاش صدقيني لو عملتيها بالطريقه دي هتحبيها وهتاكليها. تعالي نشوف عملناها ازاي. معايا هنا اوراق بتاعه الفراخ، انا بشرت لها بصلايه ومعاها برضو مقطعه قرن فلفل رومي كده صغير، مقطعه صغير. حطيت عليها بقى ملح وفلفل اسود ورشه ماجي كده صغيره، وحطيت بقى رشه كزبره ودعكت ده كله كويس قوي لحد ما البصل ينزل ميته وريحته بتبقى جميله وطعمه حلو. بجيب بقى اوراق الفراخ ديت، بفتح الجلد بتاعها وبعد كده بحط الخلطه دي ما بين الجلد وما بين اللحم. والخطوه دي بتفرق معانا على فكره، ولو هتسلقيها اعمليها بنفس النظام برضو عادي، بتبقى طعمها تحفه وريحتها حلوه قوي. بجيب بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها صينيه البطاطس، بحط بصلايه متقطعه شرايح وعليها ملح وفلفل وكزبره وكمون وماجي وكركم. وبعد كده بدعكم كويس قوي برضو لحد ما البصل ينزل ميته، وبعد كده اروح حاطه عليهم معلقتين من السمنه واحطهم على نار متوسطه واشوحهم بس تشويحه كده بسيطه مش اكتر، بس يعني ايه حاجه كده بسيطه ان هي تطلع طعمها يعني. بحط بقى معاها 3 حبهان ورق لوري، ممكن تحطي جوز الطيب برضو براحتك. وهنا بقى نزلت معاها شرايح البطاطس وقلبتها كويس قوي. آه، بس البطاطس بتشرب من البصل والسمنه والتوابل، وبعد كده بشيلها تاني. بشيلها بقى وبنزل، بعلي بقى النار. حطيت نص معلقه سمنه كمان وعليت النار علشان الصينيه بتاعتي تبقى سخنه، ونزلت فيها اوراق الفراخ. اول بس اما تاخد لون خلاص انا برضو يعني خلاص هي كده بالنسبه لي تمام. حطيت عليها رشه قرفه وبتفرق قوي في الطعم وبتدي ريحه حلوه. وما بتحسيش ان هي فيها قرفه، هي فيها ريحه حلوه بس انت مش عارفه تحددي هي ايه. بس كده ورحت منزله عليها البطاطس، الاوراق من تحت والبطاطس من فوق، ونزلت عليها لتر ونص من الطماطم المعصوره متصفيه كويس. واحط عليهم بقى ايه نص معلقه صغيره كده سكر عشان تعادل الطعم معانا. وبعد كده بيدوقي الملح بتاعها، حبيتي تزودي تاني خلاص تمام. هنا بقى كنت بعمل رز بشعريه، حطيت بس حبيت اقول لكم يعني ايه كوبايه شعريه على كوبايه رز. بحمر الشعريه بخلي لونها اصفر كده، وبعد كده بحط عليها كوبايه من الرز المصري بتاعنا وبحمصهم كويس جدا علشان خاطر تبقى ريحته حلوه وطعمه حلو يبقى مفلفل. بس كده، وحطي بقى الملح بتاعه واركنيه على جنب لحد ما تحبي تسويه سويه. انا هنا حمصته كويس قوي ركنته على جنب. بصوا بقى هنا البطاطس ابتدت اهي تغلي معايا، كل شويه بشوفها هنا لقيتها استوت خلاص يعني دخلت على سوا، والاوراق بتاعتي استوت. رحت مخرجاها ونزلت البطاطس لتحت والاوراق طلعتها فوق. هنا خلاص بقى يعتبر استوت معايا، كنت مشغله لها الشوايه اهي حتى الاوراق استوت. دخلتها تحت الشوايه خدت اللون الحلو ده، والف هنا. لو وصلتي معايا لحد هنا بشكرك جدا، ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب.